معكم بنت عانت بزاف في حياتها وما بغاتش اعز صديقه ليها تعاني. كيفاش وعلاش غنعاود لكم قصتي من الاول. كلشي قررت ندخل لافاك واختاريت الاقامه عند خالتي اللي كتسكن في الدار البيضاء. ماما في الاول ما تقبلاتش، كانت كتمناني نبقى جالسه حداها، ولكن انا كنت باغا غير نغبر من هذيك البلاصه. ودعت صاحبتي نجلاء بالدموع، كنت اكثر وحده غادي نشتاق ليها. كانت دائما كتقول لي علاش تبدلتي. جمعت حوايجي وشديت التران للدار البيضاء، وهنا غتبدا حياتي جديده. الى عجبكم الجزء الاول من القصه
كامله باش تعرفوا كتيما، وما تنساوش ديروا ابوني ولايك. شكرا. دخلت للدار البيضاء وأنا داخلة لعالم جديد. كنا كنزورو خالتي مرة ولكن عمري ما فكرت نعيش فيها. تعاملها معنا مزيان هي وراجلها وولدها، ولكن كنت متخوفة من ردة الفعل ديالها، خصوصا وأنا غنولي عايشة معاهم. واش زعما غيبقاو كما كانوا ولا غيتبدلوا؟ ملي حطيت رجلي فيها قررت ننسى كلشي الماضي. نسيت شي حاجة سميتها الحسيمة، وحتى القرار الصعيب اللي خديته هو نقطع علاقتي بنجلاء. كنت عارفة بلي ما عمرني ما غنلقى شي صديقة وفية بحالها، ولكن كنت مضطرة لأني كنت خايفة شي نهار يزلق لي نساني ونعاود ليها كل شيء. في الحقيقة ما رضيتش، لأنها كانت كتحترمني وعارفاني ما غنديرش شي حاجة خايبة، واخا داكشي كله كان بلا خاطري، ولكن المجتمع ما كيرحمش. ماما ما صبراتش على فراقي بكوني البنت الوحيدة عندها، وبقات مصرة على بابا باش ينتقل لمدينة الرباط ويقربوا ليا، حيت بابا كان خدام في البنك سنين هادي وكان من السهل عليه ينتقل. خالتي طلباتهم نبقى معاها، ملي قالوا لي وليدي يرجع يعيش معنا حيت ولدها الوحيد كان يلا سافر للخارج باش يكمل قرايته، ومن حسن الحظ بقيت معاها. كان هذاك الويكاند اللي كنمشي فيه للرباط امتحان صعيب ليا، لان كان داك السر كيعذبني بزاف. دخلت لكلية الاقتصاد وتميزت فيها وكنت من الاوائل. دوزت بزاف ديال السطاجات باش تكون عندي خبرة. الحاجة الوحيدة اللي كنت كنتفاداها هو ندير اصدقاء. كنت في نظر زملائي مغرورة بزاف، وشحال من واحد شفت في عينيه نظرة الاعجاب، ولكن كنت كنتهرب. الحمد لله تفوقت في دراستي وحصلت على الوظيفة اللي وعدني بها الأستاذ ديالنا، حيت كانت عنده شركة خاصة به. بديت في الخدمة وأنا كل حماس، سهرت ليالي باش نتقدم فيها. كانت عندي سمعة جيدة من زملاء الموظفين. ملي وصلت 28 عام وليت نائبة المدير ديال شركة المحاسبة وعزيبة، وكل شيء كان كيسولني علاش. كانوا كيقولوا لي انت بنت زوينه ومثقفه وعندك وظيفه جيده، شنو كتسناي؟ كنت كنسكتهم باي اجوبه. عمرني ما لقيت الكسف علاش نحط راسي من بدا نعاود. خالتي كانت دائما كتمناني نكون مرت ولدها سفيان. تلاقيت معها بشحال من عطله وكنت كنلاحظ بلي معجب بيا، وملي كنسولو واش تعرف على شي بنت كيقول لي هذيك اللي بغيتها لقاتها ليا ماما. كنت كنتهرب من وقت ما سمعت هاد الهضره، وهذه هي اكثر حاجه كانت كتخليه يتعصب مني. واحد الصباح جا عندنا المدير قال لنا استعدوا استقبال واحد الموظفه جديده معنا في الشركه. دار لعندي وقال لي واش في خبارك، حتى هي ريفيه بحالك. تفاجأت، كنت خايفه لا تكون شي وحده كنعرفها من الحسينه. شويه تفتح الباب، دخلت واحد البنت طويله رقيقه وانيقه في المظهر ديالها، عينيها هما ما تبدلوش. نجلاء هادي صديقة العمر وتوأم روحي، اللي ملي قررت نقطع علاقتي معها ما كنتش كنظن نهائيا اننا واحد النهار غادي نخدموا في شركه واحده. ما حسيتش حتى لقيت راسي كنعمق فيها بشده وبدينا كنبكيو بجوج. كلشي بقاو كيشوفوا فينا بواحد الصدمه، ومن بعد فهموا القصه. كانت عندنا نص ساعه ديال الغدا، طلبت مني نتغداو بجوج. اول حاجه قالتها ليا وحنا كنتغداو، علاش قطعتي معنا العلاقه؟ واش قدرتي تنسيني بهاد السهوله؟ كنت دائما كنعيط لك في اليامات الاولى في ديك النمره اللي خليتي ليا، وانا كل حماس انك غادي تجاوبيني، ولكن ما كانش حتى شي جواب. حضرت راسي وانا محرجه، ما عرفتش اش غنقول ليها. شويه بان لي في يديها ختم الزواج، هزيت راسي وكل استغراب ولا نسولها تزوجتي؟ ضحكت وهي تقول لي شتي انت اللي قطعتي معايا العلاقه، اما كون حضرتي في العرس. قالت لي لقاني الله مع ولد الناس، الله يكمل، الله يعمر ليه الدار. بلاتي هاونيت كيعيط، سمحي لي واحد الدقيقه عافاك. نضت وهي كتقول الو وي مهدي. صدمت، خايفه غير يكون هذاك اللي في بالي. رجعت وانا نسولها شكون مهدي راجلي المهدي الراضي، ما قلتيش عليه؟ هذاك مع من كنتي كتحفظي في الليسي. حسيت بالدم تجمد في عروقي وهي تكمل دائما كيهضر لي عليك وكيقول لي ديك البنت الله يعمر ليها الدار. ما عرفتش علاش قطعت معاك العلاقه. هاد اليامات بغا يطير بالفرحه، يلا عرفنا بلي انا حامله. تلفت، ما عرفت شنو ندير، ما عتقني غير جواد.
زميلي في الخدمة وهو كيغوت قال لنا البنات راه عندكم غير نص ساعة ماشي ساعة. وصلت 6، ما عرفتش كيفاش دازت ديك العشية. كنت نازله انا وياها في الدروج، شويه كنشوفها كتشير لشي واحد قدام الباب وهي كتقول مهدي اجي تشوف شكون لقيت. تمنيت كنت شقات الارض وبلعتني في ديك اللحظه. جا سلم عليا كأن شيئا لم يكن عادي، ما شفت حتى شويه ديال الندم في عينيه. انا فهمته، بل لي بانه هو ونجلة عايشين قصه حب كبيره وكينتظروا المولود الاول ديالهم. انا اللي هربت من كل شيء نهار اللي خويت الحسيمه. ربما كون بقيت كون راه انا دابا مرتو، ولكن ما تمشي غير فين مشاك الله. مشيت للدار وانا مصدومه، دخلت لبيتي وانا كنبكي. ما عرفتش واش نصارح نجلاء ندمر لها حياتها ولا نسكت وعفى الله عما سلف. ولكن انا شكون اللي غيعوضني؟ شويه دخل سفيان عليا للبيت، بغى يفاجئني. كان جاي يدوز معنا راس العام وما قالهاش لينا. سلمت عليه وانا عينيا منفوخين. سولني مالكي وانا النهار وعاودت ليه كلشي، حيت صافي ما بقيتش قدرت نكتم السر اكثر من هكا. شاف فيا وقال لي علاش ما صارحتينيش من قبل؟ جاوبته ما بغيتش نصغر في عينك. تبسم وقال لي انا عارف بلي هذا الشيء ماشي بخاطرك، ودابا عاد زدتي كبرتي في عيني ملي ما واجهتيش صاحبتك. هذا دليل على انك كتراعي المشاعر الناس، ودابا مصير اكثر انني نكمل معك حياتي. كان خصني نختار بين الوظيفه اللي تعبت عليها وبين ولد خالتي سفيان. اختارت سفيان اللي ما عمرني ما غنلقى بحاله. واخيرا تحققت الامنيه ديال خالتي، تزوجنا ومشينا نعيشوا في فرنسا. الحمد لله كانت الوظيفه ديال سفيان زوينه، وهو اللي شجعني باش نكمل الدراسات العليا ديالي. علاقتي بنجلاء بقات هي واخا ما كنتشافوش، ولكن دائما الرسائل بيناتنا. اللي زاد فرحني هو ان نجلاء دزت عندها بنيته واللي صمت تسميها كنزه، واللي كنتمنى ربي يحفظها ويهديها ليها. هاد المعاناه ديالي خلاتني نعرف بزاف الحوايج، خلاتني نعرف بان الله كبير وبان الحياه بدون امل مستحيل نعيشوها.